أبشع السفاحين في تاريخ لبنان. أنا منى بيديا وهنا تبدأ الحكاية. القصة تبدأ في لبنان في سنة 2011. في هالوقت صارت سلسلة جرائم غريبة ومخيفة تطلع في منطقة اسمها المتن شمال بيروت. الضحايا كلهم سواقين تاكسي، يلي يربك أكثر كل واحد منهم يلقى مقتول في مكان معزول بدون ما أحد يعرف إيش اللي صار بالضبط. الشرطة كانت محتارة، ما في أي خيط واضح، بس يلي ما كانوا يعرفونه إن المجرمين كانوا أخوين من أصل سوري اسمهم جورج وميشيل تانيليان. الأسلوب كان دايم نفسه، يركبون مع السواق واحد قدام وواحد ورا، يوصلون لمكان نائي وفجأة يطلقون عليه النار، يسرقون جواله ومحفظته ويرمون جثته ويهربون، وفي كل مرة يختفون كأنه الأرض بلعتهم. الناس بدأت تخاف تطلع التاكسي، والسواقين صارت حياتهم مهددة لأنه القاتل مجهول وما يخلي وراه أي أثر. لكن اللي كشفهم بالنهاية كان غلط بسيط. واحد من الأخوين استخدم جوال واحد من الضحايا بعد الجريمة. بمجرد ما الشرطة تعقبت الإشارة قدروا يمسكونهم. والصدمة هنا إنه لما اعترفوا بكل برود إنهم قتلوا أحد 10 سواق تاكسي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. والأبشع ما كان عندهم أي ندم ولا حتى سبب واضح غير السرقة والمتعة بالجريمة. بنهاية القصة تم حكم عليهم بالإعدام وصاروا من أبشع السفاحين في تاريخ لبنان الحديث.